بالفيديو. الله أكبر. بالماضي يعلن رسميا تأهل الجزائر بعد احتساب هدفين ملغية صالحة للجزائر من طرف الفيفا. عاجل وبالفيديو. وأخيرا الحمد لله. جمال بالماضي يعلن عن مفاجأة مفرحة قبل قليل من مقر الفيفا، ويفجر مفاجأة كبيرة. لنتابع التفاصيل أولا. وقبل بداية الفيديو، إذا كنت تؤيد قرار تأهل الجزائر لمونديال قطر 2022 فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو والصلاة على نبينا الكريم. الحمد لله. وبعد الجدل الكبير والفوضى العارمة التي هزت العالم بأسره بعد مباراة الجزائر والكاميرون الظالمة، أخيرا الجزائر على وشك أن تلمس النصر، حيث هزت الفضيحة التحكيمية التي شهدتها مباراة الجزائر والكاميرون العالم، وتسببت في إقصاء المنتخب الجزائري ظلما، ما دفع الجزائر لتقديم طلب رسمي قبل أسابيع للفيفا تطالبها بضرورة إعادة هذه المباراة التي انتهكت كل القوانين. والحمد لله، بعد كل هذا الانتظار اقترب النصر، حيث تداولت مواقع كثيرة بأن الجزائر متأهلة للمونديال بعد فوزها على الكاميرون، ويأتي هذا بعد إلغاء هدفين صحيحين للجزائر. سرعان ما انكشفت الحقيقة وهم في الآونة الأخيرة. وقال جمال بالماضي في أيام في تصريح مكتوب تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يحمل الحكم الجانبي بكاري جسام مسؤولية إقصاء الجزائر، وسيفعل ما في جهده لاستعادة حق بلاده. والحمد لله. وحسب ما تداوله نفس الموقع، فتأهل الجزائر أصبح أمرا واردا، يحتاج الأمر فقط بعضا من الوقت من أجل التحقيق في الأمر وإعلان الفيفا قرارها الرسمي، ونتمنى ألا يكون قرارا ظالما بإذن الله.